Make the ground shake. مساء الفل يا ست الكل. جبتلك وصفة النهاردة للغدا او للعشاء خطيرة جدا، لازم تجربيها. سهلة جدا وسريعة جدا ومش هتاخد غير نص ساعة بس. يلا نبدأ ونشوف الطريقة. اول حاجة هنجيب اي كمية لحمة مفرومة، هننزل عليها ببصلة متقطعة شرايح زي ما انتم شايفين كده، وهنجيب اي كمية ملفوف برضو هنقطعه شرايح وهننزل بيه على اللحمة المفرومة. طبعا الملفوف دوت فوائده لا تعد ولا تحصى، مهما اقول لكم انتوا مش هتصدقوا، يعني سبحان الله، يعني سبحان الله بجد. لو انت ما بتحبيش الملفوف، انزلي اقرأي في الديسكريبشن فوائد الملفوف، وانا متأكد لو انت مش بتحبيه هتحبيه. تمام. نزلنا كده باللحمة والبصل والملفوف، وبهرناه طبعا على حسب الذوق، الملح والفلفل بالشكل ده. وبعد كده نزلنا بواحدة بيضة، طبعا البيضة دي فيها مادة لصيقة فعشان تمسك المكونات مع بعض، عشان واحنا بنطبخها ما تفكش من بعضها. وبعد كده هنخلطها كويس جدا. اهم حاجة نخلطها كويس جدا، يعني من 5 ل8 دقايق، او بمعنى اصح لحد ما ايدينا توجعنا. المهم ان احنا نشوف الانسجة بتاع اللحمة بانت كده، ان هي تجانست مع بعض. وبعد كده هننزل بواحد فلفل حار، ده اختياري، بس انا بفضل ان انت تنزلي بيه، لان الفلفل الاخضر يا جماعة بيودي الوصفة في حتة تانية خالص. يعني خدوها قاعدة كده في الطبخ، الفلفل الاخضر بيودي الوصفة في حتة تانية خالص. وبعد كده هنصبحها زي الكفتة كده بالشكل ده. وبعد كده هنضغط عليها شوية، خليها زي شبه البيضاوي كده بالشكل ده. اهم حاجه ما نكبرهاش عن الحجم ده، عشان تستوي معانا بسرعه وتستوي من جوه كمان. حلو كده. بعد كده هنركن البوله دي على جنب دلوقتي، هنحتاجها دلوقتي. بعد كده هنجيب بصلايه وهنقطعها شرايح برضو بالشكل ده، وهنجيب جزرايه وهنبشرها زي الفل. هنيجي بقى في طاسه على النار وهنسخنها كويس جدا، وهننزل بشويه زيت صغيرين. واول ما الزيت يسخن على طول هننزل بالبصلايه والجزرايه. اول ما تطرى معانا كده هنبهرها بملح وفلفل، رشه بس خفيفه. وهننزل بواحد فلفل حار برضو اختياري، بس انا بفضل ان انتوا تنزلوا بيه، مش هيبان قوي، مش هيبقى سبايسي قوي، بس احنا عايزين ناخد النكهه بتاعته بس بالشكل ده. بعد كده هننزل بمعلقه معجون طماطم كبيره، هنقلبها كده دقيقتين 3 لحد ما تتسبك مع الخليط ده وتندمج معاه. حلو أوي زي الفل. هنجيب بقى البولة اللي كنا راكنينها على جنب من شوية كده وننزل بيها في الخليط ده زي الفل. هنسيبها برضو على جنب، هنحتاجها دلوقتي. وبعد كده هنيجي في الحلة اللي هنعمل فيها الرز. طبعا هننزل بالرز المغسول ومش منقوع، مغسول ومتصفي، وهننزل بيه كده زي ما انتوا شايفين. هنحاول نظبطه في الحلة. وبعد كده هننزل بكمية اللحمة اللي معانا بالشكل ده. طبعا انا ولا هنزل بملح ولا هنزل بزيت ولا هنزل باي حاجه خالص. انا هستكفي بالملح اللي في الخلطه اللي احنا عملناها واللي في اللحمه، وهستكفي بالدهون اللي في اللحم. انتوا لو حابين تزودوا شويه ملح براحتكم، بس هي طلعت معايا مظبوطه. طبعا رز البسمتي لكل كوبايه رز كوبايتين ميه، بس كده هنحطها.
واول ما تغلي يا جماعة هنقوم موطين النار خالص وهنسيبها 25 دقيقة، ويعتبر كده تبقى وصفتنا جاهزة. بجد سريعة جدا ولذيذة جدا، واي حد هيجربها تاني. جربوها وما تراجعوش ورايا، انا رجعت مكانكم. بس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وجزاكم الله كل خير. سلام عليكم.